السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض ألذ واطعم رز معمر فلاحي على اصوله في الفرن. احنا بنسميه رز معمر او بنسميه الرز المدسوس في الفرن. النهارده ان شاء الله في الفيديو ده هنشوف مع بعض سر تماسك قطعه الرز المعمر، وازاي نعمل طبقه حلوه كده من الوش على الرز المعمر زي ما انت شايفاها قدامك كده. شايفه الطبقه عامله ازاي؟ بجد تحفه. ده اللي بيخلي لي اللون بتاعها يبقى محمر بالشكل اللي قدامك ده. هنشوف النهارده كمان سر التسويه الصح والمقادير المظبوطه للرز المعمر عشان يديني ألذ واطعم طعم. هنبدا على بركه الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معانا كيلو وربع من الرز المصري مغسول كويس ومتصفي من الميه بدون نقع. ضفت عليه 5 معالق من السمنه البلدي. نقدر نستبدل السمنه البلدي بسمنه نباتي او اي نوع من انواع الزبده. هنضيف كمان معلقتين كبار من الزيت النباتي. فايدة الزيت النباتي ان هو بيخلي لي قطعة الرز المعمر بتلمع، وفي نفس الوقت كمان بيخليه مفلفل. مقدار المادة الدهنية اللي انا حطيتها من السمنة ومن الزيت 70 جرام. هنضيف كمان معلقتين كبار من القشطة. طبعا انا استخدمت هنا قشطة بلدي يعني قشطة بلدي فلاحي جايباها من عند اللبان. هناخد معلقتين كبار ونضيفهم على الرز بتاعنا. مقدار القشطه اللي انا اشتغلت بيها النهارده في الرز المعمر 125 جرام، يعني 8 كيلو. هبدا هبدا اغلف كده كل ذرات الرز بالسمنه والقشطه. هنركن خليط الرز وتعالوا نشوف الصينيه اللي احنا هنشتغل فيها. دي صينيه بيركس مقاسها 30 في 40. هضيف فيها معلقه كبيره من السمنه البلدي وهدهن بيها الارضيه والجوانب. طبعا حضرتك تقدري تشتغلي في صينيه ألمونيوم او صينيه تيفال او طاجن فخار الموجود عند حضرتك اشتغلي بيه. هنملى الصينيه بتاعتنا. مقدار الرز اللي احنا هنملى بيه الصينيه، انا هملى الصينيه 3/4 من الرز، لان بعد كده هو بيزيد في الربع اللي فاضل عشان يبقى فيه مكان للرز ان هو يزيد فيه. هننزل ببقيه كميه الرز وهنبدا نساوي الصينيه بتاعتنا بسمك متساوي عشان لما نيجي نقطعها قطع تبقى القطع متساويه، لا قطع سميكه ولا تبقى قطع رفيعه، تبقى كلها في حجم واحد وسوى واحد. فاض معايا كمان كميه من الرز. جبت طاجنين صغيرين من الفخار مسحتهم بمسحه من السمنه، وهنبدا ننزل بقيه كميه الرز في الطواجن الفخار. انا هامله الطواجن بردك 3/4. هنبدا نعمل الخليط اللي هنسقي بيه الرز المعمر بتاعنا. معايا كيلو وربع من اللبن، كيلو وربع من الرز عليهم كيلو وربع من اللبن. ضفت عليهم مضج من الميه عشان يبقى في نسبه وتناسب في التسويه ما بين اللبن والميه بمقدار مضج الشاي. يبقى الميه اللي انا ضفتها بمقدار مضج الشاي، وممكن نستبدل الميه بشوربه. ضفت كمان معلقه من الملح لان انا هعمل رز معمر مالح. لو حضرتك حباه مسكر هتضيفي من 5 معالق ل6 معالق من السكر، والسكر هنا هيكون على حسب الرغبه. هبدا انزل كده باللبن بتاعنا على الصواني وعلى الطواجن. هنعرف ازاي ان المقدار بتاع الطواجن بتاع الرز ده مظبوط؟ مقدار اللبن اللي انا حطيته مظبوط. اولا انا بقلب الرز كده مع بقلب الرز كده تقليبه بسيطه جدا مع اللبن بحيث ان اللبن يتوغل في كل الصينيه، وبهز الصينيه هزتين كده عشان برضو اللبن يتوغل جوه الصينيه، واتاكد ان اللبن وصل لكل مكان في الصينيه وغطى لي الرز. المقدار المظبوط للرز المعمر ان اللبن يغطي الرز المعمر مقدار عقله صباع، تمام؟ وكذلك الفخار. على فرن ساخن مسبقا هندخل الطواجن بتاعتنا، بس هنعمل الاول الخليط. الخليط اللي بيخلي لي الوش التقيل اللي عامل زي القشطه، الوش المكرمش اللي بيبقى فوق الرز بلبن بتاع الصواني بقى، الرز المعمر الفلاحي اللي على اصوله. كوبايه من الزبادي البلدي، ضفت عليهم فنجان من اللبن. هنقلب اللبن مع الزبادي لحد ما يتجانس كده وينعم الخليط معايا. هنبدأ نضيف اللبن مع الزبادي على صينية الرز المعمر وعلى الطواجن، هنضيفه كده بالتساوي. لو خدت بالك من طبقة الرز، طبقة السمنة او المادة الدهنية طلعت كده على وش الرز، يبقى الوش هنا هيكون مكون من زبادي ولبن وكمان المادة الدهنية السمنة اللي احنا حطيناها. وهنضيف كمان معلقتين كبار من القشطة. انا هنا ضفت بقية كمية القشطة اللي معايا. هنعمل كده نفس الموضوع في الطواجن. تعالوا نشوف بقى طريقة التسوية الصحيحة. في بدايه ما بدات ان انا اعمل الرز المعمر شغلت الفرن بتاعنا على فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 200. شغلته من الاعلى من الشوايه ومن الاسفل من ارضيه الفرن، ودخلت الصينيه بتاعتنا او الطواجن بتاعتنا دي في الرف الاوسط الاقرب للشوايه عشان خاطر تاخد لون معايا بالشكل ده. اول ما الصينيه اخدت لون طفيت الشوايه ونزلت الصينيه بتاعتنا لاقرب رف لسطح الفرن من الاسفل عشان تكمل تسويتها.
خدت معايا 35 دقيقة في الفرن مع المتابعة المستمرة عشان الوش بياخد لون بسرعة. طيب سر تماسك قطعة المعمر ايه هو؟ سر التماسك هنا المقدار المظبوط اللي احنا حطيناه او اللي احنا ضفناه من اللبن والمية والمكونات اللي احنا ضفناها من السمنة على الرز المعمر. شايفه الرز مفلفل ازاي؟ مش معجن ومش ناشف، لان المقدار اللي احنا حطيناه مقدار مظبوط. يبقى هنا المقدار والمكونات لازم تكون مظبوطه. وانا هحط لك كل المقادير بالكوبايه والجرام في صندوق الوصف. والوش طلع ناجح لان احنا حطينا اللبن والزبادي والقشطه والماده الدهنيه اللي طلعت على الوش ادتني الوش اللي قدامك اللي انت شايفاه ده. شايفه الوش عامل ازاي؟ مختوم ومخدوم بطريقه حلوه جدا، مفيش بعد كده. يعني الصينيه دي لو عملتيها هتشرفك جدا في العزومات. وده الوش اللي احنا بنلاقيه في المطاعم كمان لما بنيجي نشتري الطواجن دي من المطاعم او المحلات الكبيره، او ان احنا نكون معزومين مثلا في مكان فيه ناس فلاحين او ناس فلاحين زينا كده بيعملوا صينيه الرز المعمر بالطريقه دي. دايما كنا يعني كان دايما في ناس تسال انت عملت الوش ده ازاي. وده كده شكل الوش بتاعنا، محمر وطري، وطبعا الطراوه بتاعته كمان هنا جايه من الزبادي، متماسك مستوي، طريقه التسويه صح، مفلفل، ريحته حلوه جدا بجد، تحفه مفيش بعد كده. دي كده طريقه الرز المعمر بتاعتنا. لو في اي اضافه عند حضرتك تقدري تزودين بيها زودين بيها في التعليقات. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش باللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتشيري الفيديو لاصحابك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.